بيدور فيلمنا النهارده حوالين حادثة مفجعة بتحصل لعيلة وهم في رحلة، وبيروح ضحيتها أب وبنته، ومن وقتها بقية العيلة بيحاولوا يكتشفوا السبب لكن بيتصدموا لما بيعرفوه. بيبدأ فيلمنا النهارده في إحدى الغابات اللي بيظهر فيها وحش شكله مخيف خارج من بحيرة، وفجأة بتفوق تيسا وبنكتشف إنها كانت بتحلم، وفي الوقت ده بتدخل أمها تصحيها. بعدها بتقعد تيسا تلعب مع أخوها جاك، وفجأة بتحس بحاجة غريبة بتحصل في القبو، وبتحكي لجاك على اللي شافته في الحلم، لكن بتقطع أمها الحوار اللي بينهم علشان يقوموا يجهزوا شنطتهم لأنهم هيخرجوا. وبعد ما بيخرجوا بنشوف تيسا وهي بتدخل القبو، ومفيش ثواني وبيظهر وراها شخص مخيف وبيرعبها، فبتفضل تصرخ، وبيسمع جاك صوتها وبيحاول يفتح الباب لكنه بيكون مقفول. وفجأة بنشوف الشخص ده وهو بيخلع القناع، واللي بيبان انه اخوها لوكاس، وكان بيخوفها مش اكتر. وبتقوم تجري على امها علشان تقول لها اللي حصل، وبيروحوا للغابة علشان يقضوا يوم سعيد مع بعض في وسط الامطار. وبيبقى جاك ماسك الكاميرا بتاعته علشان يوثق اليوم ده. وبعد شوية بيروح الاولاد يلعبوا مع بعض بسبول، وبيرمي لوكاس الكرة في المية وبيقول لتيسا تجيبها، بس في الوقت ده بتنادي عليهم الام علشان الاكل جهز. واثناء ما بيكونوا بيرصوا الاكل بيشوف جاك في الكاميرا ان في حد بيراقبهم وبيقول لابوه، فبيروح الاب للراجل، اما جاك فبيشوف في الكاميرا وحش مخيف، بس وقتها بيكون بيتخيل وبيلاقي ابوه رجع تاني وبيعرفهم انه كان واحد تايه مش اكتر. اما تيسا فبتتسحب علشان تجيب الكرة من المية، وفجأة بتظهر ست مخيفة من وراها وبتقول لها تبعد عن البحيرة، لكن تيسا مش بتسمع الكلام وبتنزل المية. ساعتها بتفضل الست تقول تعويذ، وبعدها بيظهر وحش مرعب وبيهجم عليها وبتصرخ بقى على صوت. ولما بتجري الأم على البحيرة بتلاقي جوزها قاعد على الأرض وبيعيط لأن تيسا ماتت، والوحش بيقرب عليه من ظهره. وبتعدي السنين وبنلاقي لوكاس بقى عنده حالة اكتئاب حاد، اما جاك فبيكون في شغله ومديره بيدخل يحييه على مجهوده. وبنرجع تاني للوكاس وبنلاقيه نازل القبو علشان يفصل الغسالة، لكنه فجأة بيسمع صوت غريب. في نفس الوقت ده بيكون جاك رجع البيت وجايب معاه العشاء، وبيلاقي اخوه رامي طبق الخضار على الترابيزه علشان مفيش اكل. اما لوكاس فبيشوف ماده غريبه بتنزل على باب داخلي في القبو وبيلحسها بطريقه مقززه جدا، وبيفضل جاك يدور عليه في البيت لحد ما بيلاقيه في القبو وبيقول له انه جايب له اكل معاه، لكن لوكاس ما بيكونش عاوز حاجه. ولما بيحس جاك ان تصرفات اخوه غريبه بيفكروا ان بكره عيد ميلاد بنته ولازم يحتفل بيه. وتاني يوم بيروح جاك لصاحبته ليزا وبياخدها وبيمشوا، وفي الوقت ده بنلاقي الام لسه متأثرة بفقدان تيسا وبتدخل اوضتها. وبنرجع تاني لليزا وجاك اللي بيطلع هدية ليزا علشان عيد ميلادها، وبتكون صورتهم مع بعض اول ما تعرفوا في الوقت اللي كانت ليزا سايبة الاكس بتاعها. بعدها بيروح جاك ياخد روز بنت اخوه من امها علشان يحتفلوا بعيد ميلادها، وبنعرف ان امها مدمنة وبتطلب فلوس من جاك قبل ما يمشي. ولما بيرجعوا البيت بيحتفلوا بيها كلهم، لكن جدتها من وقت موت تيسا وهي بتحتفل بعيد ميلادها الثامن، وده مش بيعجب لوكاس وبيخليه يتعصب على امه وبيرمي التورته في الارض. بتنهار الام وقتها وبتضرب فيه وبتلومه هو واخوه علشان ما خدوش بالهم من اختهم وبتطرده من البيت. بعدها بنشوف لوكاس طالع اوضته وهو متعصب وبيضرب ايده في الحيطه، لكن روز بتجيله ومعاه حته من التورته علشان تهديه، وبالفعل بيهدى لوكاس وبيديها توكة الشعر بتاعت تيسا اخته وبيحضنها. وبعد كده بتنزل روز تلعب مع عمها جاك وليزا، انما لوكاس بيدخل الحمام وبياخد المهدئ بتاعه وبيفتكر تيسا وهي بتغرق. ومن ناحية تانية بنلاقي الام تعبت وبيطلع جاك يطمن عليها، ولما بنرجع للوكاس بنلاقيه بيقطع في الجرح اللي في ايده بطريقة شنيعة وبيتخيل الوحش وبيمسح الدم في المراية. وفجأة بيشوف خيال حد ورا الستارة وبيروح يشوفه، بس ما بيلاقيش حد وبيتخيل جثته مرمية في البانيو، وبيبدأ يفتكر اللي حصل في اليوم المشؤوم لما كان بيخوف اخته في القبو، وبيشوف ايد شكلها مرعب وبيخاف وبيقفل الباب، وبيفتح باب تاني بيدخله على الغابة وبيشوف تيسا قاعدة قدام البحيرة وبيتأسف لها انه ما قدرش يحميها. ومرة واحدة بيظهر الوحش من وراه وبيجري لوكاس يستخبى، لكن بمجرد ما بيبص عليه وبيرجع تاني بيلاقيه في وشه، بس بيقدر لوكاس انه يجري منه، لكن الوحش بيكون وراه في كل حتة. وبالصدفة بيلاقي لوكاس بندقية وبيضرب الوحش بيها، وللأسف كل اللي حصل ما بيكونش حقيقي،
لان جاك لما بيسمع صوت ضرب النار بيطلع على الحمام وبيلاقي جثة لوكاس في البانيو بعد ما موت نفسه، وبيشوف كمان كلمة نكس مكتوبة بالدم على المراية، وعلى طول بيعملوا الجنازة لوكاس وبتسمع روز صوت طالع من التابوت وبتروح تشيل الغطا وبتشوف الوحش المخيف وبتفضل تصرخ. بس جاك لما بيتفتح التابوت ما بيلاقيش حد مع لوكاس وبيفكرها بتتخيل وبيهديها. ولما بيخرج جاك بيلاقي ام روز المدمنة جاية مع صاحبها وبتقول له انها مش هتقدر تاخد روز دلوقتي لانها تعبانة، وبتطلب منه فلوس لكنه مش بيرضى يديها لانه عارف انها هتجيب بيها ممنوعات. ولما بيرجعوا على البيت بنلاقي روز نزلت للقبو وقاعدة جنب الصندوق الخشب اللي ابوها وخالتها طابعين ايديهم عليه، وبينزل جاك وراها علشان يطمن عليها. وفجأة بتحس روز بحاجة غريبة ماشية وراهم، لكن بتلاقي جدتها واقفة على الباب، وبتعرف جاك انها بتسمع اصوات غريبة، وكان ابوها قال لها ان ده بيحصل بسبب حاجة مدفونة في القبو. وبتقوم تحضن جاك بسبب حزنها على ابوها. وتاني يوم بيروحوا يدفنوا التراب بتاع لوكاس في الغابة ومعاهم ليزا، لكن للاسف مش بيلاقوا العلبة اللي فيها التراب. وبيروح جاك وليزا يدوروا عليها في العربية، وقتها بتحكي الجدة روز اللي حصل لتيسا في نفس المكان، وبتاخدها علشان يدوروا عليها جنب البحيرة. وبمجرد ما بيمشوا بياخد باله جاك انهم مش موجودين، اما الجدة فبتتعب اول ما بيقربوا من البحيرة، وبتظهر قدامهم الست المخيفة وبتاخد روز معاها. اما جاك فبيقول لليزا تستنى في العربية لحد ما يدور عليهم، ولسوء حظها بتلاقي الوحش قدامها وبتتسحب لحد ما بتركب العربية. في نفس الوقت بيلاقي جاك امه واقعة على الارض وبيتصل بالطوارئ، وبيفضل الوحش يلف ورا العربية علشان يوصل لليزا، بس لحسن حظها ما بيشوفهاش وبيبعد عن العربية. واثناء ما بيكون جاك بيدور على روز بيلاقي بيت وبيدخله علشان يشوف الست واخدة روز عندها وبياخدها ويهرب، لكن اول ما بيخرج بيحس بصوت الوحش وراه وبيخلي روز تجري. وبتروح لليزا تقول لها اللي حصل، فبتسيبها ليزا في العربية وبتاخد المسدس وبتروح لجاك وبتضرب الوحش بالرصاص لكنه بيختفي فجأة. وبعدها بياخدهم جاك وبيروح المستشفى علشان يطمن على امه، وبتطلب منه الدكتورة انه يتابع حالة امه لانها تعبانة. ولما بيرجعوا البيت بيطلع جاك اوراق من اوضة لوكاس، ومن ناحية تانية بنلاقي ام روز داخلة عليها الاوضة وشكلها مرعب جدا. وبيفضل جاك يرتب الاوراق وبيكتشف ان مكتوب عليها كلمة نكس. اما روز فبتربط الحبل اللي على ايد امها بالعافية. وقتها بيظهر الوحش وبياخد امها وبيهرب. ولما بيسمع جاك الصوت بيطلع لها بسرعة وبيلاقي الشباك مفتوح، وبينزل تحت الشباك وبيلاقي حقنة واقعة على الارض، وبيطلع تاني الروز بيطمنها وبيفضل جنبها لحد ما بتنام. وفي اليوم التالي بيروح جاك لبيت ام روز وبيلاقيها ماتت، وما بيعرفش يعمل حاجة غير انه يروح لليزا ويحكي لها اللي حصل. وبيطلع الورق بتاع لوكاس وبيجمعه قدام ليزا وبتعرفه ان كلمة نكس بالالماني تبقى ولا حاجة. وفعلا بعدها بيتصدم جاك ان مفيش حاجة مكتوبة. وفي الليل بيرجع جاك للبيت وبيلاقي امه وروز مستنيينه، وبيقول للروز انها هتفضل معاهم شوية لان امها تعبانة، وبيطلع معاها علشان ينيمها. وعلى الطرف الاخر بتحس ليزا ان في حد بيراقبها بس ما بتلاقيش حد، لكنه بيظهر بعد ما بتمشي. اما جاك فبينزل للقبو وبيشوف المادة اللي بتنزل من الباب اللي مقفول بالقفل، وبيدخل للصندوق اللي معلمين بايديهم عليه وبيكسره. ولما بتسمع روز الصوت بتنزل وراه، وبنرجع تاني ليزا اللي بتخلص شغلها وبتشوف الوحش بيزحف على الارض وبتترعب، لكن بمجرد ما بتشغل النور بيختفي من قدامها. في الوقت ده بيكون جاك كسر الصندوق ولقى فيه صندوق تاني عليه اسم ابوه، ولما بيفتحه بيلاقي فيه صورتهم زمان وجنبه شريط فيديو. وبعدها بنلاقي ليزا جت بسرعة لجاك علشان تعرفه اللي حصل معاها، فبيدخلها جاك وبيشغل شريط الفيديو وبيفتكر اللي حصل يوم الحادثة. وفجأة بتظهر تيسا وهي غرقانة في دمها. ساعتها الفيديو مش بيبان فيه حاجة تانية. وقتها بيقرر جاك انه يروح للغابة علشان يكشف الحقيقة. وبعد شوية بيوصل للغابة وبيشغل الكاميرا، والغريب انه بيظهر فيها بشكله الحالي وبيقول ان كلهم هيموتوا. وبعدين بيرجع بخياله لليوم وبيظهر اكنه الراجل اللي كان ابوه بيقول عليه تايه وبيتكلم معاه. ولما بتسيبهم تيسا علشان تجيب الكورة بيفضل ينادي عليهم لكن محدش بيسمعه. ولما بتصرخ بيروح ابوها ينط وراها في المية لكن مش بيلاقي الا الجاكيت بتاعها، وبيطلع من المية وبيفضل يعيط. وقتها بيخرج الوحش من المية وبيضربه على دماغه وبيخلص عليه. بعدها بيدخل لبيت الست المخيفة علشان يعرف منها حقيقة الوحش،
وبتفهمه انها جت للغابة زمان علشان تغرقه، لكن لما لقاهم قدر انه يرجع للحياة من تاني. وقتها بيتغير شكلها للوحش وبيزقه وبيختفي. بعدها بيظهر لوكاس وبياخده معاه للقبو وبيفتح الأوضة اللي مقفولة بالقفل، وبيلاقي فيها ليزا غرقانة في دمها وبتقوله ينقذ روز. وعلى الناحية التانية بنلاقي أمه دخلت لروز على أساس إنها بنتها. وبنرجع تاني لجاك اللي بيشوف أمه نزلت تدور على تيسا في المية، وفجأة بيسيطر الوحش عليها وبيخليها تاخد عصاية البيسبول من على الأرض وبتضرب جوزها بكل وحشية على دماغه لحد ما بيموت، وده لأنه ما قدرش يحمي تيسا. وفورا بيرجع جاك على البيت وبينزل القبو وبيكسر القفل اللي على الأوضة اللي تحت. وبمجرد ما بيدخل بيلاقي امه داخله ورا وبتكون عامله سرير وحاطه عليه دميه على اساس انها بنتها لسه عايشه. وفجاه بيظهر الوحش من وراه وبيعرف انه مسيطر على امه من وقت اللي حصل، وبتعرفه ان الوحش قدر انه يسيطر كمان على لوكاس لكنه ما قدرش عليه هو. وبعدين الوحش بيسيبهم وبيطلع علشان يستحوذ على روز، لكن جاك بيطلع وراه بسرعه ولحسن حظه بتكون روز مش في سريرها. وقتها بيجرحوا الوحش في بطنه وبيوقعه على الارض وبيفقد الوعي، وبيحلم ان الوحش بيجره للبحيره، لكن جاك بيكون عقله اقوى من الوحش وبيحلم انه قدر يلاقي تيسا ويخرجها من الميه. وبيفوق، لكن لما بيفوق بيلاقي الوحش بيعذب امه وبيعرفها انهم مش هيقدروا يوصلوا لروز. وبعدين الوحش بيوقعها في الارض وبيدخل جوه بقها، وهنا بتفوق امه وبتعرفه انه لازم يوديها عند البحيره علشان يتخلص من الوحش نهائي. وبالفعل بياخدها تاني يوم وبيوديها عند البحيره وبيودعها قبل ما تنزل الميه. في اللحظه دي بتظهر تيسا وبيختفوا اول ما بينزلوا الميه. وبعد كده بيروح لليزا وبيشكرها علشان خدت روز معاها، وبيقعدوا يهزروا مع بعض بعد ما تخلصوا من الخطر اللي بيهدد حياتهم. وفي النهاية مش بتنتهي اللعنة غير لما بترجع البنت لأمها. شكرا ليك جدا لو وصلت معانا لحد هنا، ما تنساش اللايك والشير